احذر من هذه الحيل الإسرائيلية التي يحاولون بها خداعك تسويقيا. الدعاية السلبية. في التسويق لا فرق بين الدعاية السلبية والإيجابية، فكلاهما يؤديان نفس الغرض. يقومون بنشر محتوى إسرائيلي مستفز ينتج عنه رد فعل عام ساخط، مما يؤدي لزيادة نسب التفاعل وزيادة وصول المحتوى، وهذا يخدم البروباغندا الإسرائيلية. لذلك عدم التفاعل مع محتوى الاحتلال هو مقاومة. يدعمون مؤثرين عرب وغربيين ليصوروا الحياة في إسرائيل على أنها عادلة، وأن الفلسطينيين يعيشون حياة أفضل مما كانوا عليه قبل الاحتلال. التكرار. عقولنا مبرمجة على تصديق الأفكار التي تكرر على مسامعنا حتى لو لم نكن نصدقها منذ البداية. الخيار المضلل. إذا أردت إقناع شخص بخيار سيء، أضف إليه خيارا أسوأ منه وروج لهما معا، مثلا الخضوع للاحتلال أم المعاناة تحت الحصار والفقر والجوع. شارك هذا الفيديو وأنقذ غيرك من الوقوع في فخ الدعاية الإسرائيلية.